بسم الله الرحمن الرحيم. بقى في النهارده يا جماعه كلامكم فيه هو عن حاجه مهمه جدا. طبعا اغلب الناس يا جماعه بتجيلي بالمشكله دي وبيروحوا لفني بيكون في خطا في الموتوسيكل او في مشكله في المحرك، وبالتالي بيروح لفنيين كتير ما بيكونش عندهم الخبره الكامله على اللي هم بيعملوه. يعني الموتوسيكل ده جاي لي الموتوسيكل طبعا موديل 21. الموتوسيكل مغير، كان محتاج يغير جنزير كتينة، لما راح لفني لحمله صامولة نفس ما احنا شايفين في بلف الكتينة الجزء اللي هو ده، بحيث اللي هو يعلي منسوب الكتينة علشان ما يغيرهاش. طيب ده جزئية الكتينة او جنزير الكتينة اللي هو المفروض اللي كان اتغير من المحرك. الجنزير ده يا جماعه بيكون مهوي، فبالتالي بيعمل معايا صوت مزعج جدا في داخل المحرك، فبالتالي بيكون الجنزير ده مهوي زي ما قلت. بيركب عليه شداد الكتينه الجزء اللي هو ده، وده طبعا ده بلف الكتينه بيركب في الجزئيه دي علشان يشد معايا الكتينه. طبعا الكتينه بتكون هوت جامد لانها بتكون اتلفت وباظت، فبالتالي البلف بتاع الكتينه الجزء ده ما بيكونش قادر اللي هو يشد الكتينه بالمنسوب اللي هو بنسبه 100%، بالعكس بيكون البلف جاب اخره، فبالتالي بيكون بعد ما الجزئيه دي جابت اخرها حصل معايا تهويه في الكتينه ولسه مهويه زي ما هي. طيب بيعمل ايه؟ بيلحم هنا صاموله بحيث لان البلف ده يوصل شداد الكتينه ويشد معايا الكتينه بنفس الشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب هل ده فيه ضرر؟ طبعا يا جماعه ده بيكون ضرر جدا على المحرك من الداخل اللي انا الحم حاجه زي كده، لان الكتينه اول ما بتتلف معايا المفروض ان انا بغيرها، لان الكتينه بتكون ماسكه تقسيمه المحرك، فبالتالي لو الكتينه هوت بشكل كبير بيحصل معايا اختلاف في الكتينه. طبعا في تقسيمه الموتوسيكل بنسبه 2 أو 3% اختلاف في نسبه الكتينه، هي نسبه بسيطه جدا لكن ممكن تؤدي معايا لتآكل بنزين، ممكن تؤدي معايا لتقطيعه بسيطه في المحرك، هتؤدي معايا لخنقه في المحرك، لان انا زي ما قلت ان نسبه التقسيمه اختلفت بنسبه 2 أو 3%، وزي ما قلت هي نسبه بسيطه جدا ممكن نحسها وممكن ان احنا ما نحسهاش واحنا على سرعه، لكن تآكل البنزين يا جماعه هيكون ملحوظ جدا بسبب الكتينه زي ما قلت. زائد الصوت يا جماعه، الصوت المزعج. طيب هل ممكن امشي بالجزئيه دي اللي ملحومه بعد ما ركبتها والموتور ظبط معايا؟ الموتور هيظبط معاك فعلا يا جماعه في الصوت، لكن زي ما قلت بيكون اكبر ضرر لان الكتينه دي على بنوز ضعيفه جدا، بنوز زي دي. طبعا الكتينه سبب بوظانها ان هي ادت بوش في بعضها. يعني احنا لو بصينا هنا كده، حاول يا محمد تجيب لنا، هنلاقي لان في هنا يا جماعه بوش داخل البنوز بتاعه الكتينه، فبالتالي ممكن لا قدر الله الكتينه تتقطع منا في اي لحظه بسبب ان الكتينه اتلفت مننا واحنا مشينا عليها وركبنا ولحمنا في بلف الكتينه صاموله بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يبقى احنا كده يا جماعه ما عالجناش، احنا كده بالعكس احنا كده ضرينا المحرك. فاحنا المفروض ان احنا الكتينه ساعه ما يحصل ليها اي مشكله المفروض ان انا اغير الكتينه. طيب هل يا جماعه انا كل ما اروح لفني هقول له شد الكتينه؟ الكتينه طالما مش عامله معانا صوت ممنوع يا جماعه اللي احنا نشدها، لان هي المفروض اللي هي بتشد نفسها من البلف الجزء ده. البلف ده بيكون موجود داخله يا جماعه سوسته، فالسوسته دي مسؤوله عن رد او شد الكتينه اوتوماتيك اول ما الكتينه تهوي معايا. فانا مش كل ما اروح لفني اقول ليه شد الكتينه، لان شد الكتينه زي ما قلت بيقلل في عمرها، طبعا بيقلل في عمر الكتينه جدا، ان الشد اللي احنا بنشدها عكس تماما ما البلف بيشدها. وبكده يا جماعه ده كان فيديو النهارده ليكم،
ولو عجبكم الفيديو ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس.